شلل العصب الوجهي مو نهاية الطريق، لسه في أمل للتعافي. السلام عليكم، معكم ميوان نور الدين، أخصائي العلاج الطبيعي. شلل العصب الوجهي أو المعروف بأبو الوجيه هو حالة مفاجئة تؤثر على حركة عضلات الوجه. فجأة تلاحظ جهة من وجهك ما تتحرك، صعوبة في الابتسامة، صعوبة في إغلاق العين، وحتى الأكل والكلام يصير أصعب. وهذا الشيء يسبب صدمة نفسية كبيرة، وتحس إنه شكلك وحياتك كلها تغيرت. لكن لا تيأس، لسه في أمل كبير. العلاج الطبيعي له دور أساسي في استرجاع حركة عضلات الوجه، وكل ما بديت العلاج أبكر زادت فرص التعافي. شو نسوي في العلاج الطبيعي؟ تمارين خاصة لتحفيز عضلات الوجه، تعليم الوجه كيف يرجع يشتغل بطريقة صحيحة، تقنيات لتخفيف الشد أو الضعف، ومتابعة مستمرة لحماية العين والفم من المضاعفات. كثير من الناس رجعت عضلات وجوههم تشتغل، وتحسن شكلهم وثقتهم بنفسهم رجعت. لهذا السبب تذكر دائما العلاج الطبيعي هو المفتاح الرئيسي. أتمنى لكم الصحة والعافية.